السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم غنقادو طاجين ديال السفرجل معسل، كيجي رائع. تابعوا معايا الطريقه وطريقه التحضير. اول حاجه كناخذ الطاجين. هنا اختصاريت نديرو في الطاجين. قطعت بصله رقيقه مشلطه وزدت اللحم. حنايا جوج الناس، درت القياس اللي غيكفينا. نتوما اكيد اللحم راه على حساب عدد افراد الاسره. حكيت هنايا فصوص من الثوم. هنا تقدروا ديروه في طاجين وتقدروا ديروه حتى في كوكوط. المهم انا فضلت الطاجين. تبعوا الطريقه وان شاء الله غادي ترضيكم. والكميه راه كتبقى على حساب اكيد عدد افراد الاسره. هنا من بعد حكيت 3 الفصوص ديال الثوم. غنزيدو زيت الزيتون وكنضيفوا الربيع مقطع رقيق. كنضيفوا للطاجين. من بعد التوابل اللي عندنا عاديه اللي كنديروه في كاع الطاجين. هنا عندي الخرقوم، وهنا عندي سكينجبير، شويه سكينجبير، وهنا عندي شويه ديال بسيبيسه وقعقله، شويه درت غير في رؤوس الاصابع. وهنا درت ما عنديش زعفران شعره، ما متوفرش عندي، داكشي علاش درت نصف مكعب. الا كان متوفر عندكم يكون احسن ديروه هو، ما كانش متوفر قضيو باللي كاين. وضفت هنايا عويد ديال القرفه والملحه. صافي غادي نديرو دابا نحطو فوق البوطه يتشحر ليا شويه. تدخل ليا العطريه في العناصر. انا خديت السفرجل سلقته غير واحد شويه باش يسهل عليا انني نحيد ليه القلب الوسطاني. صافي من بعد غناخد كاسرونه وغادي نرجع لهذاك داك السفرجل، يعني غير سلقته نص طلقه، ماشي نص طلقه، غير واحد شويه على ما نحيد له داك الوسطاني. من بعد غنخليه دابا يتعسل. درت عويدات تاع القرفه وغادي نضيف كميه من السكر باش يتعسل ليا اكيد. كنخليه يتعسل هو الاول، عاد كنضيفو للطاجين يعني باش يكون تا هو مقوام وطيب مزيان. هنا عندي الطاجين بدا كيتشحر ليا داكشي. كنقلبو هادوك اللحيمات كنقلبوهم مزيان باش العطريات تنسجم لينا مع الخليط باقي العناصر. صافي هنا غادي دائما النصيحه في الطاجين دائما ترويوه بالمسخون باش ما يتشققش لكم الطاجين. هنا رويت بالمسخون. ومن بعد غادي نبدا دابا نستف السفرجل اللي عندي اللي عسلته وردوا معاه البال، حيت انا واحد شويه الا تسنيت شويه كان غادي تحرق ليا، ولكن عتقته في اخر لحظه. داكشي واش كيبان لكم هذاك اللون هكاك. اذا انا وريتكم غير الطريقه، راه هكا نتوما ديروه يكمل طيابو دابا في الطاجين. خليته باش كلشي ينسجم مع بعضياتو. صافي هذا هو الشكل النهائي. كيخلي الطاجين حتى وقف المريقه ديالو. صافي هذا هو الشكل النهائي، كيجي معسل ولذيذ. كنتمنى تجربوه بصحه وراحه وما تنسونيش من المتابعه. فضلا وليس امرا. السلام عليكم ورحمه الله.